السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناتي قناة ميس سلمى اللي كتقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، وكنقول لكم شكرا على التعاليق الزوينه ديالكم، وكنقول لكم شكرا انكم سانديني. شكرا جزيلا الناس اللي مشاركه معايا، شكرا، والناس اللي ما مشاركاش معايا حتى هي شكرا. وكنقولك شكرا وعافاك الا ما ديروا لي اللايك والاشتراك وشي تعليق محفز. حنا كنتعاونوا مع بعضياتنا وصافي. اللايك والاشتراك راه فابور، ما نحتاجوش نحتاجوا ليها شي فلوس ولا شي حاجه. المهم كيف كتشوفوا معايا الغزالات، جيت نحضر معكم الراس بالطريقه ديالي الخاصه. مهم كيف كتشوفوا عندي الراس والبصله والملحه والكمون، ما غنحتاج شي حاجه اللي زايده على هذا الشيء، فقط هاد المكونات هذه. كيف كتشوفوا الطريقه ديالي سهله بزاف بزاف وغتعجبكم وكتجي لذيذه. طيقوني البنات، خصوصا المبتدئات، راه هاد الطريقه هذه ما غاديش تعذبوا فيها ولا تقولوا لا انا ما نزعمش على الراس ما نقدرش نديرو. غير ديريها اختي، لانه كيجي ساهل جدا بهذه الطريقه. واهم حاجه في هذه الوصفه هذه كامله هو انك تغسلي الراس، تغسليه مزيان وتفركيه. ديك الساعات ممكن انك تنجح معك هاد القضيه هذه اللي غنديروا اليوم. كيف كتشوفوا شديت البصله شرملتها ولا قطعتها هكذا كيف كتشوفوا. يعني بقات باينه ماشي مشرمله رقيقه. كنستفها هكذا تقريبا 2 حبات ديال البصل ولا 3 على حسب العدد ديال الناس اللي كاينين. كندير الراس ديالي كيضحك، كنديرو صافي، كنضيف عليه الكمون والملحه كيف كتشوفوا. هذا ما كان. وهنا الغزالات كندير في الثوم، انا ديجا حكيتها ورميتها، ولكن بغيت نوريها لكم باش تشوفوها. حبات صافي. ومهم على حساب درت 4 ديال الريوس ديال الثوم، وضفت الماء الكافي باش يطيب لي هذا الراس هذا كيف كتشوفوا. يعني ما كنخويهش على الراس باش داك الكمون والملح يبقاو فوق منه، يعني كنخويه من الجناب. وها هو الراس مبخر قطعته جا على هذا الشكل هذا. بالصحه والراحه البنات، تيقوني كيجي لذيذ لذيذ لذيذ. كنقدم معاه شويه ديال الكمون شويه الملحه، وبالصحه والراحه. وما تنساونيش كيف قلت لكم من لي لايك ومن الاشتراكات، وفرجه ممتعه وبالصحه والراحه. الراس مبخر.